كان عندنا حادثة وفاة وكذا، يعني الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الرحمة لفقيدكم إن شاء الله. الله يبارك فيك ويرحم والديك ويحفظكم جميعا إن شاء الله، يحفظكم جميعا إن شاء الله. إيه، لا حول ولا قوة إلا. الحقيقة مرة يا سيدي، الحقيقة مرة، ولن يقبلها إلا الأحرار والشرفاء في العالم. الحقيقة مرة. الله يبارك فيك يا أختي هنا، الله يجزيك الخير ويبارك فيكم إن شاء الله، ويعني يبعد عنكم المصائب جميعا. عودا على ما سبق، يعني احنا كنا نتكلم عن هذا الشعب وبأمانة، يعني حقيقة بأمانة وشهادة للتاريخ. جزاك الله خير أخي، الله يحفظكم، عظم الله أجركم، جزاك الله خير، أحسن عزاءنا وعزاءكم إن شاء الله. يعني والله عندما تتكلم أخي محمد عن هذا الشعب المغربي واحترامنا لكل الدول المجاورة لهذا الشعب، لا تدري يعني من أين ستبدأ، يعني وعن أي شيء يعني تتحدث. يعني سبحان الله، تتحدث عن تاريخ مليء بالصفحات البيضاء، تتحدث عن شعب مثقف لدرجة كبيرة جدا، تتحدث عن كبار يا سيدي، والله تتحدث عن كبار، تتحدث عن طيبة هذا الشعب، تتحدث عن كرم هذا الشعب. ما أدري يعني من سبحان الله العظيم، من أين يعني نبدأ وأين ننتهي؟ من أين نبدأ ويعني حقيقة من أين ننتهي. أنا أتمنى إذا كنت يعني إذا بتقدر تزور المغرب روح، وأنا أدعو أي إنسان عربي مسلم أو يعني من والله المشرق. دكتور، سأكون معك صريح. نعم. هناك ممثلين بالمغرب، وهناك يعني مديرين لجمعيات مغربية طلبوا مني زيارة المغرب، نعم. وهم تكفلوا بالفيزا كاملة، ولكن كان الجواب: لن نعم. أزور المغرب إلا بالصحراء الشرقية التامة إن شاء الله. لا، أنا لا أتفق معك، أنا أخي محمد لا أتفق. لا، أنا اذهب. مركز على قضية واحدة دكتور، هو تعريف المملكة يا المغربية محمد، التي أنا لا استباحها الذباب أتفق معك. الإلكتروني كثيرا. اسمعني. في قاعدة في علوم الحديث تقول ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. فأنت هنا تتحدث عن المغرب، تتحدث عن العراقة، عن التاريخ، تتحدث عن الهندسة في كل شيء، تتحدث عن التكنولوجيا بأسمى معانيها، تتحدث عن السمو وتتحدث عن الشموخ المغربي، تتحدث عن ماذا؟ لا أدري سبحان الله. فأنا يعني إذا كنت مستطيعا أن تذهب إلى المغرب فاذهب، ويعني ستجد العجب العجاب حقيقة. أفقر فقير في المغرب، أفقر فقير يعني، وكلنا إلى الله فقراء، والله سوف يقدم لك من الطعام والشراب يعني ما يدهشك حقيقة، ما يدهشك. وأنا والله يعني بإذن الله تعالى ربما آخر السنة هذه، أو يعني مطلع السنة القادمة، لا أدري، إذا يسر الله سبحانه وتعالى سوف أذهب إلى هناك، يعني إلى المغرب وإلى الإخوة الأشقاء في المغرب. لا تجد من يكذب عليك في المغرب محمد، لن تجد من يكذب عليك في صحيح. المغرب، لن تجد من يتكبر عليك في هذا المغرب. عرفت علي كيف؟ سبحان الله، شعب على الفطرة، شعب طيب، منتهى الطيبة، والله العظيم يا إخواني. أنا يعني لا ناقة لي ولا جمل، إنما أنا يعني هنا أقول الحقيقة يعني. والمغاربة شهادتي فيهم أنا شخصيا مجروحة حقيقة. يعني سبحان الله العظيم، يعني شعب يعني خليني أقرب لك الصورة. راح تجد نفسك من البلد نفسه، لن تجد نفسك غريب.
مش راح تلاقي نفسك غريب نهائيا. تشعر أنك في بلدك، بل قد يزيد الأمر، يعني بل يمكن الحفاوة والكذا اللي راح يستقبلوك فيها أفقر مغربي. راح تشعر أنه أنت بين أهلك وبين ناسك، وسبحان الله العظيم. هذه شهادة، ويعني دعوني أقدم لكم شخصية كبيرة من الشخصيات الفلسطينية التي زارت المغرب، وهو شيخنا وإمام العصر، الإمام المحدث العلامة الفلسطيني، وهو يسكن في الأردن، الإمام مشهور بن حسن آل سلمان. وعلى كل من يسمعني خلي يدخل ويكتب زيارة العلامة المحدث مشهور ابن حسن آل سلمان المحسيري، هو من بيت محسير، إلى المغرب. انظروا هذا الرجل قمة من قمم التاريخ والأدب والعلم، وسواء العلم التاريخي أو العلم الشرعي. يعني انظروا ماذا فعلوا له المغاربة، وكيف استقبلوه المغاربة كبارهم وصغارهم. أنا لن أتحدث حتى لا يكذبني أحد. افتحوا على اليوتيوب واكتبوا زيارة العلامة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان إلى المغرب. انظروا كم فيديو، انظروا حفاوة المغاربة في الاستقبال، انظروا كرمهم، انظروا طيبتهم. يعني هم زي ما بنحكي احنا بالمثل الفلسطيني، يعني مش ناقص الا يشيلوه شيل على الكفوف من كثر ما يعني هم يحبونه. فانا اقول يعني من هذا المنبر، انا والله موجوع، لكني لما ما اسمح لاحد ان ينال من هذا البلد ابدا، لن اسمح لاحد ان ينال من هذا البلد المحترم بكل مكوناته، سواء الأمازيغية أو العربية. يا أخي سبحان الله، تجد لما تدخل المغرب يعني تجد أن التاريخ يتكلم معك، التاريخ نفسه يتكلم معك. تجد الحضارة، تجد العراقة، تجد يعني الأبنية، الشوارع، العمران يتحدث معك، كل شيء على الأرض يتحدث معك. تجد التقدم يعني. وأنا لا يسعني أن أذكر هنا كلمة الرئيس الجزائري رحمة الله عليه البوضياف، قتله الخونة، يعني قتله الخونة، وهو كانت هذه الكلمة الأخيرة له. قال يعني إذا أردتم، أو بما معنى ما قال، أن تقدموا بالعلم، فاللي فاتون كثار، اللي فاتون كثار باللغة أو باللهجة الجزائرية والمغربية، يعني اللي تقدموا علينا كثيرين. وثم نطق بكلمة والإسلام، يعني كان قصده أنه الإسلام يدعو. ثم قتل وهو يعني على المنصة، كان في تلك المنصة، وفي كان جمع غفير من الضيوف، وقتلوه وهو على المنصة في لحظاته الأخيرة. فهو قال الرجل بوضياف قال، وهو كان يعني المغرب، يعني كان يقصد بذلك المغرب لجواره من الجزائر. فطبعا أنا أحيي أيضا كل الشعوب المغاربية، التونسية أو الليبية أو الموريتانية. لكنني هنا يعني عندما تتحدث عن التاريخ سوف تبدأ أولا بالمغرب. عندما تتحدث عن تاريخ أخي محمد، عليك أن تبدأ بالهرم، هذا الهرم المغربي الكبير الشاهق، يعني بسيادته وأهله. أنا لي علاقة طيبة طبعا بالسفارات المغربية في أوروبا. يعني ما بصير في مناسبة أو كذا حتى يعني يستدعوني ونأكل هذا الطعام، الطاجين ولا الكسكسي أو الحلويات الأخرى هذه
المشبكة، والله نسيت اسمها أنا. فيعني سبحان الله الاحترام بيننا وبينهم موجود. أنا أدعو أبناء شعبنا الكرام آه، يعني إلى قراءة هذا تاريخ هذا البلد العريق، وصلتنا الوطيدة الوثيقة اللامنتهية بهذا البلد الحقيقة، وبتاريخ هذا البلد، وبثقافة هذا البلد حقيقة. يعني أنا أدعوك لزيارة هذا البلد في حين، يعني للأسف الشديد، وأنا والله لست هنا بمعرض الفتنة أبدا والله، لأن يعني في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. لسنا بصدد هذا، ولكننا بصدد إحقاق حق وإزهاق باطل. نحن هنا بصدد إرجاع الحق إلى أهله. ويعني أنا أتمنى عليك، يعني عندما تدعوني وأنا أتشرف بدعوتك أنت والمغاربة الكبار، من يدعوني إلى البث، أرجو أن يخرج لي في البث من يعلم يعني بالتاريخ، مع احترامي الكامل للإخوة في البث. أتمنى أن يخرج لي شخص يعني يناظرني ويكون على علم بالتاريخ من الألف إلى الياء، يعني على استعداد أن أناظر أي شخص في التاريخ من 1500 سنة أو ربما 2000 سنة إلى هذه اللحظة، بالحقائق وبالوثائق وبالتاريخ وبالسنوات وبكل شيء. لذلك هذا البلد كبير أخي محمد، كبير. يعني أنا يعني أستطيع أني أسميه القلب النابض للمغرب العربي كاملة. المغرب هذا القلب النابض والشريان الشريان الكبير لبلاد المغرب العربي، ألا وهو المغرب الشقيق حقيقة. إذا ذهبت إلى السفارة المغربية سوف تستقبل بكل حفاوة، وسوف تأخذ الفيزا بكل احترام. لكنك سيدي إذا ذهبت إلى السفارة الجزائرية، وأنا ذهبت إلى السفارة الجزائرية في أكثر من منطقة من العالم، حبيت أجرب يعني مثل ما يقولوا يعني، فكأنني داخل على CIA. أنت مستوعب بحكي؟ أقسم لك بالله كأني داخل على CIA، من وين رايح وين جاي وكذا إلى آخره. فسبحان الله العظيم. وبالتالي إذا ما سلمتم جوازك الأوروبي لن تقبل لك المعاملة مع الأسف الشديد. يا من تقولون أنتم أيها الجنرالات الخائنة، يا من تقولون أن نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، هذه المقولة قالها كبيركم الذي علمكم السحر الخائن البخروبة، قالها كبيركم. فكفوا عن هرائكم وكفوا عن سخافتكم أيها المنافقون، كفوا عن هذا. كفاكم كذبا على الشعوب، كفاكم تزويرا للحقائق. وما زال هذا الجبل شامخا يا سيدي، والله ما زلت يا مغرب شامخا وستبقى. وهذه الراية الحمراء سوف تبقى بعون الله تعالى خفاقة عالية شامخة غالية، برغم أنف أبى من أبى وشاء من شاء. نحبكم، وأنا بلساني أنا وبلسان الشعب الفلسطيني نحبكم أيها المغاربة، نحبكم من القلب. عروق الدم تشترك معكم، دمنا قد اختلط فيكم وبكم. لكم عندنا رحم أيها المغاربة، لكم في بلاد الأحرار، في بلاد القدس الأقداس المقدسة رحم منكم، من نسبكم، من عوائلكم. شرفت بلادي الشريفة الطاهرة من المغاربة الكبار، وما زالوا يعيشون على ثرى
بلادي الطاهرة. لكم مني أيها الكبار، لكم مني أيها العمالقة، لكم مني يا أصحاب التاريخ كل الاحترام وكل التقدير. والله لن أستطيع أن أوفيكم حقكم أيها المغاربة مهما قلت، وهذا كلام من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب. عندما تجد مغربيا في أوروبا يتحدث لك عن بلاده وأنه فخور بهذه البلاد، وأنه سوف يقاتل وينافح ويكافح ويناضل حتى آخر رمق، وهو يعيش في أوروبا وربما هو مواليد أوروبا، ويتحدث لك أخي محمد عن حبه لبلاده، اعلم أن المتحدث معك من أبناء الكبار، لأن الذي يحب بلاده ويناضل من أجلها ومن أجل ترابها ومن أجل صحرائها ومن أجل مائها، اعلم أنه حر من الأحرار. واعلم أنه قد أرضعته حرة. اعلم أنه قد أرضعته حرة، بالرغم من أن هناك كثير من المغاربة في أوروبا يعني قد يكونون ولدوا في أوروبا لا يملكون الكثير من الثقافة التاريخية عن بلادهم، إلا أنهم يقفون سدا منيعا في حماية هذه البلد العريقة الشريفة. فأنا أحترم من يحب بلاده، أنا أحترم من يناضل من أجل ترابه، أنا أحترم من يناضل من أجل سيادة بلاده، أنا أحترم من يحفظ تاريخه جيدا. فيا من قرأت التاريخ قف جيدا عند المغرب، قف جيدا وحدق النظر، ثم عد مرة أخرى فحدق النظر. إنهم المغاربة، إنهم الصناديد الأبطال، إنهم صناع التاريخ. تحية لك يا سيدي يا مغرب. تفضل أخي محمد. بارك الله فيك دكتور، والله العظيم كلام يشرفنا أنك تتحدث بلسان فلسطيني، وأضم صوتي إلى صوتك فيما قلت. بارك الله فيك وبارك الله بأهل المغرب الشرفاء. أبو يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم إخواننا الفلسطينيين الأحباء؟ أحييكم جميعا. عليكم السلام، أهلا وسهلا. سيداتي وسادتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنتقل بحضراتكم إلى الأرض التي لوثتها عصابة مجرمة تدعي أنها قوة ضاربة في المواقع، وفي الواقع مضروبة حتى جذورها. بعد أن تأكدت هذه القوة أن متعتها من الغاز والبترول لم تنفعها بشيء، اتجهت هذه العصابة إلى دولة المجوس عباد النار لتأتي بأصحاب العمائم الذين يتفننون في متعة لا أخلاقية وما أنزل الله بها من سلطان. لهذا فلا تستغربوا يوما ما إذا سمعتم أن في أرض الجزائر ملايين من أبناء المتعة يسبون صحابة رسول الله ويطعنون في أمهات المؤمنين. لهذا فعلى كل جيرانهم أن يحصنوا حدودهم حتى لا يتسرب هذا السرطان المجوس إلى أراضيهم ليلوثوا فيها أهل السنة والتوحيد. وخذوا العبرة جميعا من العراق الذي كان يضرب به المثل في الحضارة والتقدم، لكن عندما تغلغلت فيه دولة المجوس أصبح العراق جريحا ولا دواء له. أما عاصمة الأمويين المسماة اليوم بسوريا التي كانت إمبراطورية في عهد معاوية رضي الله عنه، لكن في عهد عائلة بشار الملحد أصبحت منكوبة بمباركة الشيوعية والشيعة المجوس. أما اليمن الذي كان يوما ما
مهد للحضارات وبنبأ يقين من الهدهد، وجد فيها عرش عظيم، لكن لوتتها عصابة من الحوثيين الخنازير بتمويل من النظام الملالي. أما لبنان فهي أصبحت في يد عصابة مجرمة اسمها حزب اللات والعزى، ولاؤها إلى خامناء الضال المضل ومن المغضوب عليهم من رب العالمين. فقولوا جميعا آمين رحمكم الله. وأحييكم، وحب فلسطين في قلبنا، لا يزايد علينا أحدا على فلسطين، ففلسطين في قلبنا وفي جوارحنا إلى أن نموت، وسنورثها لأحفادنا وأبنائنا وأجدادنا الذين وصونا على هذا. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. حفظكم الله أهل المغرب الشرفاء ورفع قدركم. أنا عاجز عن الكلام، أقسم بالله عاجز عن الكلام وعن